احنا عندنا مسألة زي دي هنحلها ازاي؟ احنا اول حاجة بنجمع دول وبنجمع دول عشان نجيب المجموع اللي هو 1500 هنا. لو جمعت ده وده هيديني 1500، او لو جمعت دول هيديني 1500. فدي اول خطوة بعملها. بعد كده بشوف اصغر رقمين وبطرحهم من بعض. يعني انا اصغر رقمين 5 و6، فدول ب1، فبكتب هنا 1. اصغر رقمين هنا 2 و8، 8 ناقص 2 هتبقى ب6، هنكتب 6. تمام. وبعد كده هنشوف 5 و10 هيبقى 5، 9 و15 هيبقى 6، 12 و8 هيبقى ب4، 6 ناقص 2 هيبقى ب4 برضه. بشوف أكبر رقم في اللي أنا عملته، لقيت إن ال6 هنا معايا وهنا معايا ال6، فاختار أنهي 6؟ تعالوا الأول نبص على ال6 دي. هناخد ال15 ولا ال9؟ بناخد ال15 اللي هو بناخد ال9 معلش. يعني احنا خدنا ال6 من هنا، بنبص على ال15 وال9، بناخد أصغر رقم اللي هو ال9. طب نبص على ال6 التانية، لو جينا كده أصغر رقم أنهي؟ اللي هو ال2. فاحنا هنختار ال6 دي ولا ال6 دي؟ لا، هنختار ال6 دي. طب ليه؟ لأن ال6 دي هتخلينا ناخد ال2 دي، لكن ال6 دي هتخلينا ناخد ال9. فاحنا عايزين ناخد أصغر رقم، فبناء عليه هنختار ال6 دي. تمام. هنمشي كده زي ما قلنا، هنختار أصغر رقم اللي هو ال2. طيب ال2 معانا 450 ومعانا 650، هناخد أنهي؟ هناخد 450، بناخد الأقل. فدي بنشطب عليها كده وبنكتب مكانها 0، لأن احنا خدنا 450 فوق. معنى إن دي اتصفرت فكل اللي هنا اتصفر، فبنصفر دي. لو في خانات تانية برضه هتتصفر، لكن احنا هي خانة واحدة فصفرناها ودي بقت مشغولة. طيب ال 650 دي هنطرح منها 450، هيتبقى 200 بس. تمام. دي أول خطوة. هنعيد العملية تاني. أصغر رقمين هنا فين؟ 5 و9، فهنقول 9 ناقص 5 هتدينا 4، فهنكتب هنا 4. تمام. الأصغر رقمين هنا 8 وال10، فال10 ناقص ال8 ب2. بعد كده هنيجي هنا هي 5 و6 و4، ودي خلاص اتقفلت. تمام. أكبر رقم فين؟ 4 و2 و4 و6 و5، ال6، فهو ده اللي هناخده، هنعمل عليه مربع كده. ال6 دي معانا ال15 ومعانا ال9، أنهي أصغر رقم؟ ال9 طبعا، فهنختار ال9. معانا ال500 ومعانا ال850، فهنكتب أنهي؟ هنكتب ال500، وال500 دي هتكون اتصفرت، فهنقفل دي خلاص، دي اتصفرت كده. وال500 دي هنطرحها من هنا، يبقى هيتبقى هنا 350. تمام. فهنا بقت 350. طيب بعد كده هنعيد العملية تاني. هنقول 5 ناقص 12 هتبقى ب7، وبعد كده 10 ناقص 8 هتبقى ب2 برضو. هنعيد العملية هنا، 5 و10 هي 5، ودي خلاص اتقفلت. وبعد كده 12 و8 هتبقى ب4، ودي طبعا مقفولة. هنا 5 و4 وهنا 7 و2، فطبعا هنختار ال7 لأن ال7 أكبر رقم. هنروح ماشيين بيها كده. أصغر رقم عندنا ال5 ولا ال12؟ ال5. طيب هنختار ال5، هنختار معاها ال250 ولا ال350؟ لا، هناخد ال250، ودي طبعا هتبقى 0، فدي كده هتتصفى. وال250 دي هنطرحها من هنا، فهنا هيتبقى معانا 100 بس، هندخلها هنا لأن دي آخر خانة فاضلة، مفيش خانات تانية، فدخلنا ال100 اللي اتفضت من 350 هنا. تمام. وبعد كده عندنا هنا 200 ومفيش غير الخانة دي، فهندخلها هنا. كده المسألة شبه خلصت، كل الخانات بقت مشغولة والباقي بقوا متصفرين زي ما عملناه.
في برضه قانون بيقول عدد الخلايا المشغولة بيساوي عدد الصفوف زائد عدد الأعمدة ناقص 1. طب لو عايزين نختبر الحل بتاعنا، عايزين نتأكد ان المسألة بتاعتنا صح، هنعمل 250 زائد 500 زائد 100. لو لقيته اداني 850 اصل الرقم اللي كان في اول المسألة، يبقى انا كده مسألتي صح. فهقول 250 و500 يبقى 750 و100 يبقى 850. تمام. ادي 200 و450 يبقى 650. طب لو جينا نعملهم بالطول، 250 250 500 500 100 و200 300. ادي هنا 450 وهنا برضه 450، فكده مسألتي صح. وبعد كده بنعمل حاجة اسمها تكلفة النقل اللي هي الت، بتساوي كل الخلايا المشغولة اللي هو 250 في 5. دي في دي 250 في 5 زائد 500 في 9 زائد 100 في 12. هنكمل كده، يعني قلنا 250 في 5 زائد 500 في 9 زائد 100 في 12 زائد 200 في 8 زائد 450 في 2، ونشوفها بتساوي كام. بعد كده بنعمل اختبار الحل المبدئي. فاختبار الحل المبدئي ده اللي هي الخلايا اللي اتصفرت زي دي ودي ودي. فعندنا أول خلية عين 1 طه 4 اللي هي الخلية دي. فهنيجي هنا كده هنقول عين 1 طه 4 بتساوي، بناخدها في شكل مربع اللي هو 6 ناقص 12 زائد 8 ناقص 2. ممكن ناخدها كده، يعني نمشي كده أو نمشي كده 6 2 8 12. المهم إن احنا بنبدأ بالناقص، فممكن نقول 6 ناقص 12 زائد 8 ناقص 2. فهنيجي كده نقول ايه، 6 ناقص 12 زائد 8 ناقص 2، ونشوفها بتساوي كام. وبعد كده عندنا الخلية دي اللي هي عين 2 طه 1 اللي هي متصفرة، فهنقول 10 و5. الخلية دي قصادها خلية يعني متصفرة، في خلية فاضية ما ينفعش ان انا اخدها، فبتخطاها، فبقول 10 5 12 8. وزي ما اتفقنا ممكن نمشي 10 5 12 8 او 10 8 12 5. فهنقول 10 ناقص 5 زائد 12 ناقص 8. فمعانا الخلية اللي هي عين 2 طه 1 بتساوي 10 ناقص 5 زائد 12 ناقص 8، ونشوفها برضو بتساوي كام. اخر خلية معانا اللي هي عين 2 طه 2 عين 2 طه 2 دي ممكن نقول 15 ناقص 9 زائد 12 زائد ناقص 8، او 15 ناقص 8 زائد 12 ناقص 9. المهم ان احنا نمشي كده او نمشي كده، المهم ان احنا نبدأ بالناقص، ولو مشينا كده او مشينا كده هيطلع لنا نفس الناتج. فهنقول 15 ناقص 9 زائد 12 ناقص 8. فدي الخلية معانا اللي هي عين 2 طه 2 بتساوي 15 ناقص 9 زائد 12 ناقص 8، ونشوفها برضه هتساوي كام. ده اختبار الحل المبدئي. هي كده المسألة خلصت، لسه بقى هنعمل البابل شيت بتاعها. في خطوة أخيرة بس بنعملها بعد ما بنجيب النواتج. بنكتب هنا بما أن جميع الأرقام أصفار وموجبة إذا تم الوصول للحل الأمثل، وهو الرقم ده 9450 اللي احنا جبناه في تكلفة النقل. فلو الأرقام طلعت لي كلها أصفار أو كلها موجبة، المهم مفيش رقم طلع سالب، باجي هنا كده بكتب بما أن جميع الأرقام أصفار وموجبة إذا تم الوصول للحل الأمثل، وهو 9450.